طيب ده سندوتش سماش سعره 250 جنيه وده سندوتش سماش سعره 90 جنيه، واحنا النهارده هنقارن ما بين مطعم غالي ضد مطعم رخيص في الكواليتي والطعم وطبعا الباكينج، ونشوف بقى هل الغالي تمنه فيه ولا الرخيص هيفاجئنا، ربنا يستر. وطبعا يا جدعان قبل ما نبدا ننسوش اللايك الجامد، وقولوا لي بقى في الكومنتات تتوقعوا مين فيهم اجمد. يعني احنا معانا في الجانب الغالي تقريبا اغلى مكان بيعمل برجر في مصر هو BRGR، اللي هو يا جدعان ارخص حاجه عنده ب 200 جنيه تقريبا، ضد بقى واحد من ارخص مطاعم البرجر واللحمه عموما في اسكندريه وهو مطعم جده. فانا بقى ثبت الاوردر في الاثنين، سندوتش سماش مع سندوتش تشيكن وطبق فرايز عشان نشوف الفرق ما بين الاثنين. ويعني مبدئيا يا جدعان ده تقريبا ضعف سعر ده او يمكن ازيد كمان، فخلينا ايه نبدا واحده واحده. فبالنسبه للباكينج فBRGR يعني حلو بس يعني مش اللي واو اللي هو ابقى مثلا ايه الجمدان ده ايه الباكينج ده. اما بقى بالنسبه لمشويات جده فهو يعني الباكينج كويس، يعني احنا ماشي احنا معانا كيسه هنا ماشي البطاطس حاططها لنا في طبق فل، بس لا يعني السندوتشات حاططها في علب وجده سماش وبتاع، يعني فيه اهتمام بالتفاصيل شويه. تعالوا بقى ايه نفتح BRGR لان يعني ده طبق البطاطس تمام. انا عندي فضول ازاي حاطط سندوتشين سعرهم 500 جنيه في العلبه دي، يعني العلبه يا جدعان اصغر من وشي، رسم لك عليها بقى رسومات وحركات. يا لهوي في حاجه اتكبت جوه. انا بوظت الاوردر. اتفتح ازاي؟ ماشي احيه. بتهزروا يا جدعان؟ ده سندوتش ايه ده؟ لا ما تهزروش، ده حجم سندوتش البرجر، يعني ده سندوتش برجر سعره 250 جنيه يا جدعان، ده قد ودي. ماشي المهم الطعم ان شاء الله الطعم يفاجئنا وبتاع. راسم لك ايه على العلبه بقى اللي هي التراك وبتاع، بما انهم هم يعني فاتحين تراك وكده. فخلينا نبدا اول حاجه بقى بسندوتش السماش، وهنا بقى احنا معانا سندوتش سماش سنجل سعره 250 جنيه، اما بقى هنا سندوتش سماش سنجل سعره 90 جنيه وجاي لنا معاه بطاطس يا جدعان، اللي هو مفيش دلع اكتر من كده. الله بصوا يا جدعان، بصوا والله كميه اللحمه اللي في القلب عامله ازاي. لا يعني سندوتش مخدوم معمول في برنايه، يعني بص احنا لسه هنقارن، ملفوف في ورق المونيا عشان يحافظ على الحراره بتاعه السندوتش. يعني بصوا ده الباكينج حاططوا لي في باكيت بطاطس، يعني هل مثلا معنى ان انت غالي ففي مينيماليزم للدرجه دي؟ محطوط في عيش بطاطا بس يعني ماشي والله هو طازه بس صغير قوي صغير قوي يا جدعان بجد تمام. حطيت لك بيكلز وحطيت لك امريكان تشيز مع شويه بصل على الوش كده، هو مش كارملايزد هو بصل بس وكاتشب. وهنا بقى السماش من تحت فيه شويه جبنه، لا جايبين كاتشب ولا جايبين بتاع، هو حاطط لي منديلين حتى مش حاطط لي جلوفز، اللي هو انت بقى المفروض يعني انت المفروض بقى راجل شغال في بنك الصبح وبتاع فبتقعد تاكل. تعالوا يلا بينا بسم الله. انا مش شامم ريحه، ما اعرفش دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه الصراحه، فبسم الله. ماشي بصوا انا مش هكذب عليكم، هي القطمه تحس ان هي بنت ناس يعني. عارفين القطمه القطمه عامله كده، مش قادر اوصفها بس يعني، بس انا فجاه حسيت ان انا لابس اوفر سايز وشورت ليج والحاجات الغريبه دي. كواليتي العيش اللي مستخدمينها بجد خطيره، والتاتش البيكلز والامريكان تشيز بجد يا جدعان مجرمين. لكن الغريب بقى بالنسبه لي ان طعم اللحمه بتاعت السماش عارفين اللي هو ايه، مش حاسسها. يعني اقول لكم ايه، هي لحمه بيور، يعني تمام مستخدم لحمه بلدي جدا، ممكن رشه ملح اللي هو بيقعدوا يعملوا كده. هو الساندوتش كمجمل حلو بس اللحمه نفسها يعني بهاراتها ضعيفه قوي. البيكلز والامريكان تشيز والكواليتي بتاعت العيش خطيره. يلا بينا بقى نخش على المطعم جده في السندوتش ابو 90 جنيه ابو بطاطس ومتروق عليه وبتاع. هنبدا اول حاجه بالبطاطس. بطاطس يعني ما فيهاش اي وصف، هي كانت محتاجه تبقى كراست زياده بس بطاطس حلوه يعني جايه لنا ببلاش. تعالوا يلا بينا بقى نخش على السندوتش نفسه. بصوا يا جدعان الجليز وبعدين السندوتش بيبوظ بصل من القلب. بالنسبه بقى للحشو فهو مليان جبنه، ما طبعا ما فيهوش امريكان تشيز هو صوص جبنه بس يعني كتير، وفي كارملايزد اونيون، في كمان من تحت البيكلز والحاجه. بص البصل بيقع ازاي يا حاجه مخدومه، وجاينا مع الحاجه مناديل وشوك وجلوفزات يعني الدنيا بص فيها دلع. يلا بينا بقى بسم الله. ده عايز قطمه تانية. ده يا جدعان سندوتش جوسي اي بص جوسي مخدوم صوصات قوي. العيش اللي مستخدمينه ما يقلش كواليتي خالص عن BRGR، الكواليتي بتاعت البيكلز الصوصات الحاجات دي كلها ما تقلش خالص عن BRGR. السندوتش نفسه الكميه بتاعته اكبر فمشبع اكتر، وكواليتي اللحمه مش حاسس بفرق قوي يعني فرق بسيط، لكن السندوتش نفسه عشان كله مخدوم فطعمه حلو. خلينا نرجع تاني طب لBRGR عشان ايه نبقى ايه يعني حقانين للاخر. انا حاسس ان انا باكل بطراطيف سناني، فاهمين قصدي؟ يعني هو سندوتش حلو لن انكر هذا، بس اللي هو كده يعني ده باكل سندوتش سماش. بعدين تاتش الكارملايزد اونيون هنا مجرم، هو السماش بالنسبه لي لازم يبقى فيه كارملايزد اونيون. حته بقى ان ده تقريبا تلت سعر ده، فيعني بالنسبه لجوله السماش برجر فالمطعم الرخيص هو اللي يكسب معانا. الغريبه يا جدعان بجد ان في BRGR وانا بشتري الاوردر رحت قلت له انا هستلم الاوردر في قد ايه، قال لي 7 دقايق.
فانا استغربت اشمعنى 7 دقايق، اللي هو ليه مش 8 دقايق مثلا. فجاه بالظبط يا جدعان بعد 7 دقايق بالظبط استلمت الاوردر. ما اعرفش عملوها ازاي بس هو 7 دقايق بالظبط. دي حاجه انا احترمهم بيها الصراحه. فيلا بينا بقى نخش على تاني سندوتش معانا، وهو سندوتش الفراخ الجريل. ده سندوتش سعره 170 جنيه، انما ده بقى سندوتش سعره 90 جنيه. وبرده يا جدعان جاي معاه بطاطس وبتاع، بس يعني السندوتش ده انا حاسس ان الوزن بتاعه تقيل. طبعا نفس الباكينج، بس لا السندوتش يا جدعان مخدوم الصراحه. ده جريلد تشيكن ويز رانش، محطوط في عيش شبه بتاع الفرن، والله ما بهزر، مع بيكلز. وبصوا فيه صوص رانش كتير. هنا في امريكان تشيز وقطعه صدر كويس. في هنا برده صوص رانش وخس وبتاع. العيش طبعا اتهرى، بس ده مؤشر جيد ان هو عيش طازه. ده كده حجم السندوتش جنب وشي. بسم الله. سعر الفراخ صعب ان مطعم رخيص يلعب فيها، ان سعر الفراخ ثابت، اللي هو بانيه مثلا ب 185 جنيه هو ثابت. فانت بقى غالي ليه؟ المفروض بقى اللي انا هلاقي حاجه مجرمه هنا. لكن انا هنا في بيكلز طبعا بيستخدموها يا جدعان، تقريبا نص البادجت اللي هم بياخدوها بتبقى في البيكلز. البيكلز حلو قوي، اللي هو بيبقى حامض ومسكر، فحلو، نوع حلو الصراحه. الامريكان تشيز لذيذه، الفراخ نفسها ملحمه كده وبتحس بالقطمه بتاعتها، بس التتبيله بتاعتها ضعيفه قوي. صوص الرانش مش حاسس بطعمه. فهو سندوتش حلو بس ما ابهرنيش خالص. التتبيله نفسها عايز يتلعب فيها، والناس دي ما بتستخدمش توابل، يمكن ده نظافه بقى مش فاهم. عيش الكايزر بتاع الفرن ده، فالصراحه لا السندوتش ده ما ابهرنيش خالص. يعني لازم جده ده يبقى وحش علشان ما يعجبنيش. بقى ايه، نخش على جده. طبعا جاي لنا بطاطس 90 جنيه يا جدعان، يا بلاش. ايه ده ايه ده بالله عليكم. سندوتش غرقان صوص رانش مع العيش البريوش. عندك هنا ايه ده، يعني حاطط لي يعني صدرين فرخه. يعني بصوا هنا باين اهو صدر اهو يا جدعان صدرين فرخه. واضح قوي التتبيله بتاعتهم، في شغل هنا. ده كده حجم السندوتش جنب وشي. عاش يا جدعان. بصوا حته الصدر عامله ازاي. والهدوم يا جدعان، والله انا داخل على اساس ان المطعم الغالي هياكل المطعم الرخيص، هيسفلته. بس انا شايف قدامي كواليتي اقسم بالله مجرمه. يعني هو اصلا اللي شهر جدا هو سندوتش الشيش رانش بتاعه، بيستخدم صوص رانش، ما اعرفش هو بيجيبه منين، بس ده يعني يا لهوي. انا لو قلت لكم ان ده من اجمد 3 سندوتشات جريلد تشيكن انا دوقهم في حياتي كلها مش هبقى ببالغ. فراخ حلوه قوي، فراخ كتير، البيله بتاعتها حلوه، والفراخ نفسها دايبه. مع حته العيش البريوش دي يعني محسنه من التجربه عموما. فلا عفوا يا عم بي ار جي ار، بس المطعم الرخيص يكسب تاني. بصوا انا عندي فضول الصراحه ان انا اجرب بي ار جي ار بصوص الرانش بتاع جده. هل هو مثلا اللي كسب جده هو صوص الرانش بتاعه؟ نجرب يا ابني في صوص الرانش كده. صوص الرانش جامد وعلم من السندوتش قوي، بس لسه الفراخ محتاجه تتبيله. فاحنا كده الفيصل معانا هو البطاطس، لان في فرق في الباكينج والحاجات دي كلها ما بين المطعمين، بس برضو في فرق سعر كبير ما بين الاثنين. يعني هنا في تشيز فرايز سعرها 120 جنيه ودي سعرها 55 جنيه، اقل من النص دي. انا ايه، نفتح بي ار جي ار نشوف ايه اللي جوه. ماشي يا جدعان، انا ما اعرفش ليه ايه ده. يعني البطاطس مفتوحه، هو ليه ما عندهمش علب مقفوله؟ حاطين لي شوكتين. ده كده البطاطس كميه صوص عليها كويسه، وواضح ان صوص الجبنه نفسه نوع كويس. جاي معاها صوص كاتشب مع مناديل بس كده. بالنسبه بقى لجدو سماش، فالحاجه جايه لي في طبق فل ملفوفه لفه هدايا. بصوا البتاع غرقان جبنه. يعني انتوا بصوا كده ما بين الاثنين واحكموا، انا مش هتكلم كتير. خلينا نبدا بالغالي كالعاده. الشوك دي بتقطع البطاطس. بصراحه الفرايز نوعها نضيف قوي، يعني صوص الجبنه مستخدمينه حلو نضيف. بطاطس مش مزيته خالص يعني. هي كانت محتاجه تاكل طازه. انا ما اظن ان هي لو بصوص الجبنه ده كنا اكلتها هناك كانت هتبقى مجرمه. وبرده عاجبني ان صوص الجبنه مغرقها حتى من القلب، بس انا مش عارف اكل بالبتاع دي. ايوه كده خلينا نعرف ناكل عدل. ده حلوه قوي، الكواليتي بتاعتها نضيفه. تعالوا نجربها بالكاتشب. العب صوص كاتشب تقيل قوي. صوص كاتشب نضيف قوي. بصوا هي غرقانه جبنه، غرقانه مستويه جبنه. مش هنكر طبعا ان كواليتي الجبنه في بي ار جي ار تحس ان هي انضف زياده سيكه عن الموجوده في جدو سماش. بس جدو سماش لا كتير وخدمه البطاطس قوي. وعجبني قوي ان البطاطس برده من قلبها مليانه جبنه، يعني هي من اولها لاخرها متعاصه جبنه. كواليتي البطاطس برده في بي ار جي ار تحس ان هي برده انضف حاجه بسيطه. الزيت فيها قليل شويه، لكن جدو سماش خطيره بالنسبه لسعرها. تعالوا نجربها طب بالكاتشب الخطير بتاع بي ار جي ار. كاتشب جامد قوي. المره دي بقى انا محتار اختار مين. يعني دي بريميوم اكتر، لكن دي مخدومه اكتر وسعرها ارخص. فانتوا قولوا لي رايكم في الكومنتات، مين فيهم يكسب، الغالي ولا الرخيص؟ يعني اللي بيدينا قيمه مقابل سعر، ولا اللي هو بيديك يعني حاجه بريميوم زياده؟ يعني رايكم هو اللي يهمني الصراحه. بس هو عموما بالنسبه لي بي ار جي ار بيديك اللي هو ايه،
التجربه البريميوم الصراحه القعده بتاعته في جرين بلازا كانت تحفه كده، وانت قاعد في الهواء الطلق بقى وتراك بقى وبتاع. حسيت ان انا لحظه كده في التجمع الخامس مش في اسكندريه خالص، عكس بقى جده. يعني جده قشطه، الدنيا حلوه، اكل مخدوم، كميه صوصات، كميه حركات وبتاع، بس سعره منافس قوي. BRGR واخد بقى طابع المينيماليستيك، يعني الباكنج بتاعه بسيط جدا، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. بس انا شفت مطاعم غاليه ويعني الباكنج بتاعه بيحافظ على الحراره بتاعه الساندوتش يعني على الاقل، او مثلا البطاطس هلاقيها اتكبت عشان انتوا مثلا ما بتقفلوش الغطا. فانتوا بقى قولوا رايكم في الكومنتات، هل انتم متفقين معايا ولا لا؟ يعني هل المطعم الغالي مثلا هو اكيد احسن، او مثلا مش عارف، او المطعم الرخيص اوحش؟ يعني اكيد رايكم يهمني طبعا في الكومنتات، وطبعا سوشيال لايك الجامد. وقولوا لي بقى لو انا هكمل في السلسله دي اقارن ما بين مطعمين ايه، يعني مطعم غالي قوي مثلا، مطعم رخيص قوي، ونقعد بقى نشوف الفرق ما بين الاثنين. يعني بجد يعني افكاركم ورايكم الحاجات دي كلها تفرق معايا جدا. وطبعا السوشيال لايك الجامد والشير والحاجات دي كلها، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.